ازيكم حبايب طمطومة؟ هعمل لكم النهاردة صينية اللحمة بالبصل، كباب حلة يعني، بالبطاطس والبصل القورمة ودبس الرمان والزعتر. روعة، طعم قمر قمر قمر. عايزين تعرفوا الطريقة؟ خشوا الفيديو. ده حبايب طمطومه نص كيلو لحمه. انا مقطعاها كده قطع بصوا قطع صغيره مش كبيره اهي بالشكل ده، عشان طبعا تستوي معانا بسرعه، لان عايزين احنا الاكل ده يتعمل على السريع عشان الحر. هنعمل يا حبايبي؟ هنتبل اللحمه دي بشويه فلفل اسمر، وشويه حبهان على لورا مطحون. هنبتدي نقلب بقى ونتبل فيها بالشكل ده. بعد ما تبلنا اللحمه بتاعتنا هنروح بقى على البوتاجاز كده هنحط معلقه زيت، واحط كمان قطعتين زبده كده، وهستنى بقى لغايه اما الزبده بتاعتي تسيح والزيت بتاعي يسخن جامد. بعد ما الزيت والزبده بتوعي سخنوا جامد قوي، علشان خاطر طبعا انا عايزه اعمل صدمه للحمه اهو، لازم تعمل الصوت ده. هننزل بقى باللحمه بتاعتنا بالشكل ده، ومش هنقلب اللحمه الا غير لما تاخد وش تتحمر من الوش اللي تحت، هنقلبها على الوجه التاني. طبعا الوجه ده خلاص اتحمر اهو، بصوا بقى بالشكل ده اهو، خد لون جميل. هنبتدي نقلب اهو اللحمه بتاعتنا بقى اهو، خد لون جميل اهو. نبتدي بقى نقلب اللحمه بتاعتنا كده على الوش التاني، هنستنى لحد ما تاخد لون كمان من على الوجه ده، وبعدين نضيف لها بقى باقي المكونات. بعد ما خدت لون جميل كده من على الوجهين هنركنها كده على جنب. وده ده حوالي كيلو بطاطس او كيلو الا ربع بطاطس مسلوق نص سلقه، يعني يا دوبك نص سلقه اهو. هعمل بقشره، يعني غسلاه كويس وسلقاه نص سلقه. هنزله يتحمر في السمنه بتاعه اللحمه كده. طبعا ما اقولكوش ريحتها عامله ازاي يا جماعه، ريحتها حلوه قوي. هنشيل بقى اللحمه كده بعد ما اتحمرت لوحدها كده في طبق، لغايه اما احمر البطاطس كلها وبعدين نكمل. طبعا بعد ما البطاطس كده اهي اتحمرت هنشيلها وهنكمل بقيه البطاطس بتاعتنا اهي لغايه اما نحمرها كلها. الناس بقى اللي بتحب الاكل سبايسي كده زينا ممكن يحطوا كده قرنين فلفل يحمروا شويه البطاطس حسب اختياركم يعني. خلاص كده البطاطس دي اتحمرت. طبعا انا بحمرها يا دوبك كده، مش تحمير جامد، وش خفيف بس، بحيث ان انا لما احطها وهي اللحمه ما تتهريش معايا. وطبعا بقى القشره مغسوله كويسه مفيش مشاكل، بدل بقى ما نقعد نقشر وكده، والقشره كمان ليها فوائد كتير. وقرنين الفلفل الحامي بتوعنا الحلوين دول اهي كده تمام. هنرجع بقى نحط اللحمه بتاعتنا تاني. هنحط معاها دول حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع بصل من اللي هو الصغير، ومقطعه معاه بصله حمراء كبيره. طبعا الاكله دي بنص كيلو لحمه، بس هنعمل وجبه محترمه، وكمان كله في الطاسه بتاعتنا او في الحله. البطاطس طبعا وانا بسلقها حاطه لها شويه ملح في الميه بتاعتها يعني عشان نملحيها. هنشوح كده البصل مع اللحمه، ما اقولكوش الريحه بقى جميله قوي ازاي يا جماعه. ويا ريت اللي معايا في الفيديو ينزل يعمل لي لايك، انا زهقت من الكلمه دي. لايك يا جماعه، لايك وشير واشتراك للي مش مشترك. وجبه جميله وبنص كيلو لحمه هتعملي اكله محترمه.
طبعا البصل هنا اكبر من اللحمه، بس لما بيستوي بيقل، انما البطاطس مقطعاها صغيره قد قطع اللحمه. هنشوح فيهم لغايه اما نحس ان البصل ابتدى يتكرمل. هنبتدي بقى نتبل الاكله بتاعتنا دي. طبعا جوز الطيب، واللي مش عايزها ممكن نحط كبابه صيني بشره كده، بتدي طعم حلو قوي. بشره مش كبيره قوي ولا حاجه. وهنحط نص معلقه فلفل اسمر كده، وربع كده معلقه كمون، وهنحط كده معلقه ونص كده بابريكا، ودول كده فصين توم، فصين 3 كده متقطعين، وممكن تهرسيه عادي. هنشوح التوابل مع اللحمه مع الثوم، واول كده ما نشم ريحه الثوم نبتدي بقى ايه، انا حاطه لها ميه تسخن على النار، نبتدي نزود نص كوبايه بنص كوبايه او كوبايه بكوبايه لغايه اما اللحمه تستوي. يعني مش هنزود ميه كتير، نص كوبايه شربتها ولسه بنزود كمان نص كوبايه، وهكذا. هنزود بقى نص كوبايه ميه، بالشكل ده، وهنغطي على اللحمه بقى ايه عشان تستوي. هنشوف طبعا اللحمه بتاعتنا، بصوا بقى شكلها عامل ازاي، شربت الميه. هنحط لها كمان لاني لسه مستويتش، هنحط لها كمان نص كوبايه ميه بتغلي. طبعا انا بحط نص كوبايه ليه نص كوبايه، لاني انا مش عايزه يبقى فيها ميه كتير. هنغطي عليها برضو وهنسيبها لما تشربها ونشوف. هنشوف بقى اللحمه بتاعتنا طبعا شربت الميه. بصوا يا جماعه، كل ما بتشرب الميه بتبقى تحفه، وتكرمل ازاي تحفه. طبعا لسه هي مستوتش. هضيف بقى دلوقتي البطاطس بتاعتي عشان بس ايه تلحق بقى تستوي مع اللحمه، لان هي طبعا ايه نص سليق بس. هحط بقى شويه ملح كده. انا زودت كده ايه مرتين ميه، طبعا انت ايه حسب اللحمه بقى بتاعتك صغيره كبيره. هزود بقى كمان المره دي كوبايه، وهي تقريبا اول ما تشرب بقى الكوبايه دي كلها هتكون ايه استوت. هحط لها كده رشه زعتر حلوه، بتنقل بقى طعمها في حته تانية خالص. معلقه زعتر كده، ولو في روزماري ولو فريش بقى يبقى اجمل طبعا. هغطي بقى عليها، هسيبها تكمل السوا بتاعها. يلا عقبال ما اللحمه بتاعتنا تستوي نعمل بقى شويه رز بشعريه. الاكله دي يا يمشي معاها رز ابيض يا يمشي معاها رز بشعريه. حطينا كده شويه زيت، هنحط قطعه زبده او سمنه موجود، او زيت بس برضو عادي. هننزل بالشعريه بتاعتنا. طبعا الشعريه بقى طبعا انت بتحبي، عايزه تكتري عايزه ما تكتريش، يعني كل واحد وايه وذوقه. هنحمر بقى الشعريه بتاعتنا. طبعا الشعريه بتاعتنا هي اتحمرت. هننزل بقى بالرز مغسلينه مغسلينه. نحط الملح، وانا الحقيقه بحب احط له شويه حبهان كده ولورو مطحون، بيديله طعم كده جميل. طبعا ايه بتشوحي الرز كده شويه، ما تشوحيه شويه كده ويعني يتحمص شويه.
ما بيعجنش ابدا يعني. للبنات طبعا اللي هم ايه لسه بيتعلموا الطبخ. طبعا انا بغلي له ميه، هننزل عليه بقى بالميه. طبعا الرز المصري بتاعنا زي ما كلنا عارفين كوبايه الرز بتاخد كوبايه وشويه ميه، اقل من ربع. هنغطي عليه بقى ونسيبه لما يشرب الميه بتاعته، نهدي النار ونسيبه يكمل سوا. هنشوف بقى كده اللحمه بتاعتنا عملت ايه. بصوا تقريبا كده هي استوت. هطفي عليها، هجيب الصينيه بتاعتي، عايزه بقى اديلها وش حلو كده في الفرن، اروح منزلاها بقى كده في الصينيه بتاعتي. هنزل بقى اي حاجه كده في الطاسه، في الوك بهريز ده. احط بس كده على الوش كمان ايه شويه دبس رمان صغيرين، وممكن لا براحتك يعني. هون مش كده بيديلها لمعه حلوه. هنحطها بقى في الفرن تحت الشوايه بس تاخد وش، ونرجع بقى نشوف الجمال بتاعنا ده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. طبعا بصوا عامله ازاي، بصوا منظر تحفه. والريحه بقى، الريحه بقى ما اقولكوش بقى، بصوا تحفه تحفه تحفه. يلا بقى دلوقتي ندوق كده ونشوف الطعم والطعامه. هنجيب بقى ايه الرز بتاعنا الجميل، وهنحط بقى من الاكل بتاعنا الجميل ده. اهو ندوق بقى البطاطس طبعا مستويه وجميله، طعمها حلو قوي يا جماعه والله قوي. واللحمه بقى بتاعتنا اهي. جميله، بصوا جميله جميله جميله. يا ريت تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه.